وتقف قدام اسمه وتقول يا جدعان انا حرامي انا عايز الميه. اسمعوا بس كده يا رجاله، الجيم ده ما جابش راجل. اول مره يا جماعه اعمل في اخويا مقلب. شرب حاجات بتستبان ولا حاجه؟ واكل سمك ومش قادر. النهارده يا جماعه هتكون حلقه جديده ومختلفه، لانها من سلسله فيديوهات جديده اسمها لو خيروك. ومعناها ايه يا عم خالد لو خيروك؟ بتقول لي سلسله فيديوهات جديده، يعني يا جدعان خالد هيقول لي تحدي اعمله او عقاب قصاده، وانا هقول لخالد تحدي يعمله او قصاده عقاب، واللي مش هيعمل التحدي هيتعاقب على طول. ويا ريت يا جماعه سلسله الفيديوهات دي لو عجبتكم تعرفونا تحت في التعليقات ان لو خيروك عجبتكم، علشان نعمل لكم منها فيديوهات كتير قوي. وطبعا قبل ما نشوف الفيديو تعالوا كلنا نصلي على النبي علشان انتوا تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات. طياره يا خالد. والله يا جدعان قبل ما نشوف التحدي عايز اقول لكم حاجه واحده بس. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اتقل عليا يا عمنا. تعالى بس خد. ادور على ال2 جنيه. جايب لك يا عم اسمع بس يا خلود، اسمع يا حماده. قول يا عم الله يستر. والله يا ابو ملك جايب لك حاجه لوز العنب. قول يا عم قول وسمعني. طيب يا جماعه انتوا مش هتتخيلوا التحدي اللي انا اقوله له، لانه هو في ضرب للصبح وربنا يستر عليك. يا ساتر يا رب. لو خيروك يا حماده انك انت تلبس قميص نوم في نص الشارع، وانا اعتقد انت مش تعمل دي، يبقى هتعملها. هي ممكن التانية تخليك تعملها مش عارف، او تدخل جيم وتقول يا جيم ما فيكش راجل. وما فيهاش انسحاب. لا ما فيهاش انسحاب ازاي؟ ما فيهاش انسحاب. انت ممكن تنسحب بس شوف الناس هتقول عليك في التعليقات، هيقولوا انك انت مش تقدر تعملها يا حماده وما انتش قد لو خيروك. اوعى كده. انا خلاص عرفت انا هعمل ايه. اكتبوا بس في التعليقات انا هعمل ايه. يا ساتر يا رب. بس يلا بقى يا رجاله، اسمعوا بس كده يا رجاله، الجيم ده ما جابش راجل بس. تعال كلمني هنا. الجيم ده ما جابش راجل. اللي هو ازاي؟ كلمني هنا. اللي هو يعني ازاي؟ ليه؟ اللي هو يعني ازاي؟ زي ما قلت كده انا ما شفتش راجل. يا عم اتكلم بس عادي. اهو شايف عيال صغيره بيضحكوا. تعالى كلمه. قوم يا تعالى بس هنا. هو انت هنا في الجيم؟ لا كلمه. تعالى بس. ما هو جاب رجاله اهو. يا عم تعالى بس هنا. ما هو جاب رجاله يا عم اهو. يا عم في ايه؟ بص الجيم رجاله اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه؟ انا بره الموضوع. ايوه يا عم انت اهو جاب راجل اهو. في ايه؟ سلام عليكم بقى. ايه ده؟ ما هو انت راجل برضه. انا عايزك جوه. لا هقول لك على حاجه. انا اعرفك حاجه كده لوحدك. تعالى. ايه؟ لوحدك بس والله انت مش راجل. تعالى. بس انا هقول لك انا على حاجه. انا هقول لك. انا اقول لكم على حاجه. يا عم والله انا اقول لك. ما هو جاب رجاله وانا قلت خلاص جاب رجاله. فيك يعني صحه يعني. خلاص جاب رجاله. قلبي قول لي مقويني. بس انت عايز قلبك مقويك؟ سمعني كده. بلاش هات لك واحده 17. هقتلك. طب هقول لك على حاجه. شوف يابا انت اعتذر لهم وخلاص. هقتلك. قول لهم انا اسف. خلاص يا جدعان انا اسف. خلاص هو اعتذر. انا اسف. وبصور بس ايه، بصور كده. واحد صاحبي قال لي اعمل تحدي خش جيم قول لي يا رجاله مفيش ده. تعالى يا ابو الصحاب. يا اسطى لو خيروك دي صعبه قوي يا اسطى، عايز اروح. صعبه ليه؟ دي جميله. ده جميله. انا خد دي جميله. طب قول لي يا ابو الصحاب، لو خيروك انك تكلم اخوك وتقول له ان انت ممسوك في الاسم بمخدرات، ولا تكلم ابوك وتقول له قلت اخوك اقول له ايه؟ مخدرات في الاسم. يا ساتر يا رب. مش هيعملها. خد في حاجه تانية. ممكن تبقى اسهل. وفي حاجه تانية. او تتصل بابوك وتقول له انا في بيت دعاره. يا ساتر يا رب. اختار ايه؟ تعالى. انا ابويا مش هيعرفني تاني بالله. اختار. طب ايه اللي دخل الاهل يعني انا مش عايز اهلي يخشوا في الموضوع، خلي المقالب ما بيننا وما بين بعض. معلش انت واحد بتاع مقالب. انت واحد بتاع مقالب. هم مش مشكله لما ياخدوا من ابنهم مقلب حلو كده. امسك يا حماده. يا ساتر يا رب. هتصل باخويا يا معاذ يا حبيبي يا معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما عمر يفتح. معاذ اخويا. يا ساتر يا رب.
اول مره يا جماعه اعمل في اخويا مقلب. ايه يا معاذ؟ ايه يا خالد؟ معاذ في مشكله كده، انا عايزك. مشكلة ايه؟ بس ما تعرفش اخواتك ولا تعرف ابوك ولا امك. ماشي ماشي. تعرف تجي لي القاهره؟ اجيلك. انا في الاسم اسم تالت. هعمل لك ايه خالد؟ ما تفكرش انا هعمل لك إيه انت؟ معاذ انا ما بهزرش يا معاذ. انا في اسم خالد بقى بالله عليك يا معاذ ما بهزرش. عايز ايه؟ انا في اسم تالت المقطع. إيه تعالى وهات معاك 5000 جنيه. بس يا خالد مش نقطة بالله عليك يا خالد. يا معاذ انا مش بهزر يا معاذ، بقول لك انا في اسم تالت المقطع. 5000 جنيه منين؟ وانت بتقول لي ما تعرفش كريم ولا حاول أخويا تاخدهم من اي حد، تمام؟ خدهم من عمر اخوك وتعالى لي عشان انا المفروض طالع بكفاله. طب اقول لي يا خالد انت مش عندك صحابك وحبايبك يا خالد؟ يا معاذ ما تخلكش واطي يا معاذ. واطي ايه يا خالد؟ هو انا هبيع اخويا؟ بس انا بتقول لي اسمي واطي قوي واطي. مالك؟ انا مش عايل هذا يا معاذ مش بهزر، انا عمري هزرت معاك يا معاذ. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ثواني يا انا كنت في كمين، انا من امبارح بالليل عايز اتكلم. حاضر هقفل اهو. انا كده يا جماعه قفلت في وشه عشان المقلب يدخل عليه. اخوه طلع واطي يا جدعان. طب ما شفت واطيانه كده. اخوه باعه. طب انا هتصل بيه وانت بتزعق، قول له انجز بسرعه، تمام؟ عشان هو عارف. ولا بقول لك بلاش. تاني يا جماعه بتصل اهو. يا معاذ حاضر. الو. ايه يا خالد؟ ايه يا معاذ؟ حاضر في القناطر يا خالد. معاذ مش هتدخل عليا يا جماعه، انا قايل لكم معاذ اخويا راجل بتاع مقالب من صغره. ما شاء الله عليك يا معاذ. ماشي يا موزه، انا كنت بعمل فيك تحدي كده. بس طلعت واطي يا معاذ، بصراحه طلعت واطي. هي البدايه بتيجي من الاول وانت لا واطي. اصل انت بتقولي مش عارف. طب ما حماده معاك والشله كلها معاك وانت مش اخوه تجيب له يعني انا بدل انا لو معايا 5000 جنيه معاذ، 50. يعني انا لو معايا حماده ومعايا اخواتي اللي هنا، طب ده انت اخويا بقى برضه يا معاذ، يعني ماشي. ما انا مش مصدق، انا بتكلم عن بس تحب بس توجه كلمه للجمهور بالوطيانه ديت؟ لا اصل انا يا معاذ لو ما كنتش عملت معاك كده كنت هتصل بابوك واقول له اللي انا في بيت دعاره، فما كانش هينفع طبعا. لا ماشي يا خالد. ماشي يا موزه، عايز ماشي تذيع يا. هذيع غصب عنك. سلام يا. بس انا كده اعتبر كسبت يا اسطى. ولا ايه؟ لا بس طلع واطي، بس كسبت يعني. انت عملته حبيبي يا بص. عمل يا قلبي يا ابن قلبي، تعالى بقى يا اسطى في التحدي الجاي. يلا. ولو خيروك يا ابو الصحاب يا ابو ملك لك. بص يا ابو الصحاب، قول يا انا قلبي. مجهز لك بقى حاجه يا حماده في لو خيروك، بما ان من امبارح وابويا عمال يتصل بيا واللي قلته لاخوك واسمه ومش اسمه وعملت لي حوارات. طب ثانيه واحده بس. ايه يا حماده يا ابو ملك؟ لو خيروك بيني وبين حبيبي هتختار مين؟ قول بقى انت كنت بتقول ايه؟ ما علينا. بص يا صاحبي، لو خيروك تقف في ميدان عام، ركز قوي. لو خيروك تقف في ميدان عام وتقول يا جماعه انا مره وحامل في السابع، ولا زي ما سمعت، او نفس الميدان ده هتنام فيه في الشارع كده. بص انت تنام ومالكش دعوه بحد، انت نايم كده يا باشا واخد راحتك وفاهم كانك على البحر. ما دي مش بطن سابع لمده دي. مثلا نص ساعه. دي مش بطن سابع. انام فين؟ في نفس الميدان، يعني في الميدان اللي انت قلت عليه. كانك قاعد على البحر بقى. طب هتعملها ولا مش تعملها؟ ما هو انت مفيش خيارات. لازم اعملها لازم. انا عايزك تفشلها يا باشا كده وكانك قاعد على الفلاش. ايوه اعمل لي ايدك كده بقى وبص. اوعى كده بعد اذنك، انا مش لازم افرق. ده هيعملها يا جماعه. السلام عليكم. ساعه صاحبي معايا الوقت اهو. رب الحكومه ما تيجي تاخدني، والله خايف يا جدعان. السلام عليكم، اتفضل. الموقف كله بيتفرج عليا يا جدعان، جايبني في الموقف وينيبني قدامه.
موقف كله بيتفرج عليا، بيقولوا مين المجنون ده. خايف اروح في النوم فعلا. ايوه الايه؟ والله بصور، واحد صاحبي قال لي نام هنا ونص ساعة كده. تعبان. والله ظهري قافش عليا بس، فنام شوية هرتاح شوية واقوم. الله يخليك يا صاحبي. لا، شعب مصر ده شعب محترم، بيحب يسأل على غيره. سلام. بس والله انا اول مرة اعرف ان السما حلوة كده. انا زهقت يا جدعان. شرب حاجة؟ ايه؟ شرب حاجة؟ جبت كيس لبن ولا حاجة؟ لا والله انا نايم شوية بس. واكل سمك ومش قادر. واكل سمك؟ لا، واكل سمك ومش قادر. واكل سمك لوحدك؟ جبت كيس لبن طيب؟ الله يخليك تسلم. كيس لبن هيروق معاك. لا يا عم مش شارب حاجة والله. تروح يعني طيب ولا والله ولا أي حاجة، كله تمام. تنام هنا اشمعنى؟ طراوة كده، تكييف رباني، تكييف كده حاجة حلوة. حبيبي يا صاحبي. الناس هتفكرني مخدر يا جدعان. الناس فكرتني مخدر. عدى 10 دقايق يا جدعان من الوقت. يلا هاني. ايه يا قلبي؟ لا والله مش عايز. ايه؟ واحد صاحبي نايمني هنا وقال لي نام هنا شويه واجي اخدك. انا مش من هنا بس. ايه؟ من الجبريه. حبيبي تسلم. شمامين يا صاحبي، عيال شمامه كل يوم بيناموا هنا. بص الشمام، بص وشه عامل ازاي؟ والله بقى اتكل على الله. بقول لك باين عليك. اتكلوا على الله بقى، امشوا. سيبوني بس انام شويه دول. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جدعان؟ خلي خالد بقى يجي يقومني ويقول لي خلاص يا جدعان. خلي خالد يا محمد يجي يقومني بالله عليك. محمد خليه يعفو عني. حماده انتوا الولد ده شكله بجد يا جماعه. قوم يا حماده خلاص. والله الجو طراوه يا صاحبي. يا جدع والله العظيم الجو طراوه. بقول لك ايه يا حماده؟ ايه؟ خلاص انا خلصت التحدي ده، كان تحدي. انا هجيب لك حاجات في لو خيروك هخليك ما تعرفش تعملها. حبيبي قلبي. حبيبي حماده، انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ انا مجهز لك حاجات في لو خيروك وربنا المعبود لخليك تعمل حاجات. بص يعني من الاخر حاجات VIP. خلاص يلا بينا نشوف اللي بعده، عشان بص انا هرزع لك. لو النبي يا اسطى غلبان. تعالى يا ابو الصحاب، خش عليا كده. يا ساتر يا رب. ومش عايزك تجلي مني والنبي يا اسطى انا ما بجليش من اي حاجه، عيب عليك. ماشي. اي حاجه انا بعملها. خلاص يا عم هنشوف دلوقتي. دلوقتي. دي اول حاجه في لو خيروك، يعني اول حلقه في لو خيروك، فيعني حاول تكون حنين شويه كده عشان احنا لسه بادئين الحلقه. يعني الحنيه لاصحاب الحنيه. يا ساتر يا رب. انا ماشي. تعالى يا قلبي تعالى. اول حاجه ليك في لو خيروك، ايه يا صاحبي؟ تقف في نص الشارع وتجيب جردل الميه وتغرق نفسك بيه. لا طبعا انا مش هعمل حاجه. هتستحمى عشان مستحيل العيد. اعملها دي، مش هعملها دي، اكيد حاجه مش هعملها. خلاص يا جدعان ماشي، هنشوف التانية بقى. تاني حاجه بقى يا صاحبي، تقف قدام اسم وتقول يا جدعان انا حرامي، انا عايز الميه. الميه فين؟ هات لي، جهز لي الميه، انا هعمل الميه يا جدعان. اجيب لك جردل بس انا هو لازم بس اعملها. لازم تعمل حاجه من الاثنين ديت، لازم تختار حاجه، مفيش حاجه اسمها خسران. اجهز لي بالميه يا مجلي. هروح اجيب لك واجب. منك لله يا مجلي. اجيب لك ليفه. قولوا لي هتعملها يا عطوي في التعليقات عشان اشجع، ويلا بينا. يخرب بيتك. ساتر يا رب.
حماده دلوقتي بيقول لي مش هتقدر تعملها، بس انا قد اي تحدي يا جماعه. صباح الفل يا غالي. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ عامل ايه حبيبي يا غالي؟ الله يعزك. انا هستخبى انا يا جماعه. عايز اقول لكم على حاجه واحده بس يا جماعه، ويا حماده ليك الكلام ده كويس قوي. تاكد يا حماده ان انا هخليك تستحمى كده في وسط الشارع، مش هتكب على نفسك ميه، بس انا هنزلك بالصابونه والليفه وعقاب ولازم هتعمله. لو حابين يا جماعه اعملها لحماده في الحلقات الجايه اكتبوا تحت في التعليقات وخد قلبي. خلاص يا جدعان الفيديو خلص، ويا ريت لو السلسله ديت عجبتكم اكتبوا تحت في التعليقات علشان نعملها على طول، واكتبوا تحديات واكتبوا عقاب بالحب. وتوقعوا كده يا جماعه ان انا ان شاء الله باذن الله لو السلسله دي عجبتكم الحلقه الجايه هطلب من حماده يدخل محل ويستحمى جواه وهو بالليفه والصابونه وجردل الميه واديله يا معلم وخد قلبي يلا. ولو عجبتكم اكتبوها في التعليقات خد قلبي. ما تنسوش تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، كل المواقع اسمها بتوع المقالب وظهرت قدامكم على الشاشه اهي بالحب. طيب يا جماعه كله بقى يكتب الفيديو ده وصل له فين، يعني الفيديو ده طالع من مدينه نصر، وصل لك فين سواء كنت في مصر او بره مصر، اكتب البلد اللي انت منها او المحافظه اللي انت منها. ويعني واهالي المبيضه برضه يعني عايز اقول لهم كل الحب وكل العشق المبيضه واللي منها. بس كده يعني عايز اقول لك على حاجه ثانيه اخشع بس. وما تنسوش تفعلوا هاشتاج بتوع المقالب على المليون. ايوه يا بتاع الفيسبوك، اليوتيوب لسه ما وصلش مليون. لو رحت هناك وفعلت هاشتاج بتوع المقالب على المليون، اول لما نوصل مليون هنعمل لكم جيف اواي ما حصلتش قبل كده بالحب. طيب يا جماعه وبتوع الفيسبوك اللي بيشوفوا الفيديو ده يا ريت يكتبوا كومنتات كتير، عشان زي ما عرفناكم ان اكتر حد هيعمل كومنتات هيطلع معانا رحله للفيوم. الرحله دي باذن الله يعني هتكون بعد العيد، يعني هتكون بعد العيد بشويه كده، يعني اليومين الجايين. وبس كده يا ابن قلبي خد قلبي. خلاص لو عندك فكره سيبها تحت في التعليقات، وهنحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي.